سلام البنات، صباح الخير عليكم. يوم جديد وفيديو جديد، واليوم جيت وجبت لكم لاجينواز بطريقة احترافية ومقادير مضبوطة، راح تكون ناجحة 100%. شوفوها كيفاه خرجت. روحوا نبداو مع الطريقة والمقادير. بسم الله. عندنا 4 بيضات، عندنا 120 غرام تاع سكر، 120 غرام تاع فرينة، لافاني، والمول تاعنا. هذا واش يجي فيها مقادير. نروحو نديرو. لا عندك الباتور تقدري تخدمي بالباتور سيداتي، تحبي تخدمي ببيتخان لا عندك بيتخان انتي وش اللي عندك تصلح بالطريقتين. نطلعو البيض تاعنا، انا ما نفصلش البياض عن الصفار، ندير ديريكتومون نطلع البيض تاعي حتى يرجع ابيض. حوالي 4 دقائق 5 دقائق. طلعيه بالبيتخان. نبداو اولا سرعة متوسطة ومن بعداكش نزيدو فيها حتى يرجع لنا كيما راكي تشوفي. نبداو نلوحو السكر تاعنا بشويه، وراهو البيض تاعنا يطلع او ميم طون. من بعد ما نكملو الكميه كامله نتاع السكر نديرو لافاني تاعنا. شوفوا كيفاه الخليط بدا يطلع ويبيض. نعطيكم كيفاه رايح يكون. نزيدو لافاني تاعنا، وهنا راح نوري لكم كيفاه خرج البيض تاعنا اللي طلعناه. انا مازال نزيد له شويه. بعد ما زدتلو شوفوا كيفاه كانت النتيجه. هذه هي النتيجه اللي لازم تحصلوا عليها. ونبداو نضيفه في لافارين تاعنا بشويه، نلوحوها على 3 مراحل. وكنعودو ندخلو الفرينه نحاولوا ما نهبطوش البيض تاعنا، نروحو غير بشويه كما راك تشوفي سيداتي الطريقه. تروحي غير بشوي. نزيدو ثانيه، وجربيه مش راح تندمي ليه سيدتي، لانها طريقه فعلا ناجحه بكل احترافيه، وتقدري تستعمليها في اي يعني دائما تقدري تستعمليها. كما راكي تشوفي هاي النتيجه النهائيه تاع لاجينواز تاعنا. نبقى غير نديروها في المول اللي تغلفيه، تدهنيه بشويه زيت ولا زبده وتغلفيه. نتمنى اذا عجبكم الفيديو تاعنا او الوصفات تاعنا تخليوا لنا جيم وتعليق شباب كيما نتوما. وهنا ندخلوها الفور اللي ديجا سخنته ربع ساعة من قبل، ونقصت له على 160 درجة، نخليوها حوالي 40 دقيقة. وشوفوا كيفاه خرجت ما شاء الله. طيب كامل كيف كيف من فوق من تحت على الأطراف كامل، وما تجيكش معوجة، تجي كامل كيما بعضها. وهنا سيدتي هذا المول تاعي راهو صغير، انتيا قد ما تحبي تكبري لاجينواز تاعك تقدري تدوبلي المقادير. مثلا في المول انا تاع 25 ندير 8 بيضات، هذا المول صغير درت غير 4 بيضات.
وقد ما تضاعفي البيض تضاعفي وهذه هي النتيجة تاعنا النهائية. خرجت لاجينواز تاعنا بسم الله ما شاء الله، روعة خفيفة. نتمنى يكون فيديو تاعنا نال إعجابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. ما تنسوناش بجام. شكرا لكم على المتابعة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.